من القاهره، وتحديدا في بيت الدكتور هشام ووالدته الست هاله. هشام دكتور شاب لسه متخرج ومتجوز بنت اسمها حبيبه، والاتنين عايشين مع هاله في نفس البيت. لغايه هنا والكلام حلو، بس خليني اقول لك ان الواقع مش حلو ابدا. ليه؟ لان البيت الهادي ده حصلت فيه جريمه قتل صعبه جدا لحبيبه اللي هي مرات الدكتور هشام، والسبب خناقه. الدكتور ما كانش عارف يتصرف ازاي، فكلم اكتر حد قريب منهم وهو الاستاذ حاتم جارهم من زمان، وهشام بيعتبره زي والده الله يرحمه. وفوق كل ده فهو كمان مستشار قانوني خبره، يعني ممكن يكون ليه تصريفه في اللي حصل. صاحبنا كلم الراجل وقال له انه محتاجه، والتاني ما اتاخرش وكان عنده في اسرع وقت. عم حاتم دخل وقعد، وبعد ما اطمن على هشام وحبيبه ومامته هاله سكت شويه، وبعدين ساله هو انت كنت محتاجني في ايه؟ فالدكتور قال له انا محتاجك في استشاره قانونيه. الراجل طبعا استغرب، بس افتكر ان الكلام على عقد شقه مثلا او كده، لكن اللي يخض ان الولد قعد يعيط. في ايه يا هشام مالك يا ابني؟ التاني مسك نفسه شويه وقال لك انا عملت حاجه غلط ومش عارف اتصرف ازاي، انا محتاج مساعدتك ويا ريت تسمعني للاخر. انا لجأت لك يا عمو لانك في مقام ابويا الله يرحمه. فالتاني بص له كده، هو ايه اللي حصل يا ابني؟ والمفاجاه كانت انا قتلت حبيبه. ايوه حبيبه ماتت، كان غصب عني والله، كنا بنتخانق واللي حصل. حضرتك محامي كبير وماما حكيت لي عنك. بص هو انا عارف ان انت شغال مستشار قانوني، بس انا متاكد ان الحل هيبقى عندك. التاني بقى تحسه مرعوب وفي نفس الوقت مش مصدق. نعم انت بتقول ايه؟ حبيبه مين اللي ماتت؟ وبعدين محامي كبير ايه وبتاع ايه؟ انا بقالي سنين ما دخلتش محكمه. والراجل من صدمته ابتسم وقال له لا انا مش مصدقك بصراحه، يعني ايه قتلت حبيبه؟ انت اكيد بتهزر. عايز اقول لك ان اللي باين على وش هشام ما يقولش ان الموضوع هزار خالص. فالراجل ما عرفش يقول غير لا حول ولا قوه الا بالله، وساله حصل امتى الكلام ده وهي فين دلوقتي؟ قال لك الكلام ده كان الصبح بعد ما رجعت من المستشفى وانا دخلتها اوضتها، فعلشان خاطري يا عم حاتم اهدى وركز علشان تساعدني. الراجل بقى كان هيتهبل، اساعدك في ايه يا ابني اللي بتتكلم فيه جريمه قتل؟ وبعدين هي ماتت من الصبح وانت راميها جوه لحد دلوقتي؟ ماما فين من اللي بيحصل ده؟ وازاي اصلا سابت خناقه عاديه زي دي تتحول لجريمه قتل؟ طبعا دلوقتي بديهي جدا ان الراجل يشك ان ماما اللي مختفيه دي ممكن يكون وراها مصيبه ويكون الواد خلص عليها هي كمان. علشان كده قال له انا محتاج اطمن على مامتك وقوم انده لها دلوقتي. الغريبه ان هشام رفض يجيبها، وهنا الراجل شك بزياده وبدا هو ينده على الست. هاله يا هاله. الست الحمد لله ردت عليه وطلعت قعدت معاهم. الغريبه ان الولد ما كانش عاوزها تتكلم في الموضوع وطلب منها تدخل تاني جوه، بس الست رفضت والاتنين قعدوا يتجادلوا شويه لغايه ما الاستاذ حاتم سكتهم وطلب منهم يعرفوه بالظبط ايه اللي حصل. وبعد شويه صمت هشام قال انه كان بيتخانق مع حبيبه في المطبخ بعد ما عرف من مامته ان البنت شتمتها، ولما دخل وراها المطبخ علشان يعاتبها بدات تشتمهم تاني وكانت بتتكلم باسلوب بيئه شويتين. وطبعا صاحبنا اتعصب جدا، ولما بدا يضربها ما اخدش باله والسكينه جت فيها بالغلط. وسال عم حاتم هو ده يبقى قتل خطا؟ فالتاني قال له لا مش قتل خطا. في نفس التوقيت التليفون رن وكان كريم اخو حبيبه. طبعا هاله قالت لابنها اوعى ترد، لو رديت هيفهم ان في حاجه غلط، ابعت له رساله انك مشغول وما تردش عليه. اما حاتم فكان عنده راي تاني، رد عليه هشام وقول له انها نايمه. ولما صاحبنا رد وحاول يقنع كريم انها نايمه، التاني قال له لا صحها لي، انتوا من الصبح ما بتردوش علينا وامي قلقانه جدا، صحيها وخليها تكلمني. ولما هشام قعد يماطل معاه وما عرفش يقنعه قال له طب اقفل وانا اول ما تصحى هخليها تكلمك. والمكالمه خلصت من هنا، وعم حاتم قال لك انا عاوز اشوف الجثه. والوضع كان صعب جدا. الراجل بعد ما شافها خرج من الاوضه وهو متاثر على الاخر، واللي طالع عليه يا حبيبتي يا بنتي لا حول ولا قوه الا بالله. شويه وبنشوف هشام واقف قدام مرايه الحمام وزعلان جدا، ولما اخد باله من الدبله اللي في ايده بقى زعلان اكتر. واحد هيسالني ويقول لي هو معقول يا عم زيزو دكتور زي ده شكله محترم ومتربي يعمل كده في مراته وكمان يبقى زعلان عليها بالمنظر اللي قدامنا؟ هقول لك ان كل شيء وارد، والغضب يعمل اكتر من كده، واكيد التفاصيل هتفاجئنا قدام شويه. المهم صاحبنا خرج من الحمام والناس الكبار كانوا بيتكلموا. حاتم مش قادر يستوعب اللي حصل، وهاله على كلمه واحده انت لازم تتصرف، انا مش هسمح ان ابني يدخل السجن. فالاستاذ سال هشام انت بتقول انك قتلتها بالغلط، طب ازاي؟ دي طعنه نافذه وباين جدا انها مضروبه بغل. فالبيه دخله في سكه ما احنا هنقول انها جت بالغلط، ينفع ولا ايه؟ مش كده يا ماما؟ فالراجل كمل كلامه طيب لو عرفنا نقنع النيابه والشرطه بالكلام ده، الطب الشرعي هنقنعه ازاي؟ وهنا الست هاله اتدخلت انت بتسالنا يا حاتم؟ ما تقول لنا انت احنا ممكن نعمل ايه ونحلها ازاي؟ ساعتها الراجل هب فيهم انتوا كده مش محتاجين حل، انتوا محتاجين شريك معاكم في البلوه دي. فالدكتور قال له لا طبعا انا مش هقبل انك تتورط معانا ابدا، انا بس نفسي تقول لي اي حاجه تطمني. فعم حاتم بص له وقال له بص انا مش عاوزك تزعل مني، انا بصراحه شايف ان اصح حاجه تتعمل انك تروح تسلم نفسك وتقول كل اللي حصل بالظبط، وانا هقوم لك محامي شاطر. ولما مامته ما قدرتش تستحمل الفكره دي الراجل قال له يا حبيبي انت كده كده لابس
هتتحبس، وتاخيرك في البلاغ مش في صالحك، خصوصا مع الطعنه النافذه. الطعنه النافذه دي لوحدها جريمه فيها 15 سنه سجن. وقتها الست قالت لك لا ما ينفعش خالص الكلام ده، مش ده اللي اتفقنا عليه يا هشام. ولما حاتم اتصل بالشرطه فعلا وكان هيبلغ، الست ما قدرتش وطلبت منه يقفل الخط، وقالت لك لا شوفوا اي حل تاني. ومن غير اي مقدمات وقعت بلسانها وقالت ما هو انا مش هسيبك تسلم نفسك علشان حاجه انت ما عملتهاش. اوبا ايه الكلام ده؟ وقتها عم حاتم اتصدم وقال لك لا كده بقى في حاجه انا مش فاهمها، الحوار ده فيه عوق. فطنط هاله قالت لك الاتي واسمع معايا الكلام على ايه. انا اللي قتلتها يا حاتم، هشام اصلا ما كانش موجود. انا كنت واقفه بعمل فطار وهي دخلت عليا متزربنه وعماله تدعي عليا وتقول لي ربنا ياخدك انت السبب. اتاريها بتتكلم على ان هشام سحب الفلوس اللي كان دافعها مقدم للشقه اللي كان هيجيبها. ولما قلت لها انا مالي قالت لي ما هو كل ده علشان يفضل جنبك. فحاولت اهديها واقول لها ان قعدتهم معايا افضل، وان هشام شغله في المستشفى مش مكفيهم. وكمان فهمتها ان الفلوس اللي اتسحبت دي هتخلي هشام يفتح العياده بتاعته. لكن هي قعدت تزعق وتقول كلام غريب كانها واحده تانية انا معرفهاش، وفتحت في كلام من نوعيه انا زهقت منك انت وابنك وانتوا حابسيني هنا. واللي زاد وغطى انها مسكت السكينه وقعدت تهددني اني لو ما اقنعتش هشام انه يمشيها من الشقه هتموت نفسها، وكانت عامله زي المجنونه. ولما حاولت اقنعها تسيب السكينه وجيت اخدها منها بالعافيه، السكينه جت فيها بالغلط. عم حاتم بقى قال لك طيب ما هو الموضوع لو على اللي انت بتحكيه ده يبقى انت ما عملتيش اي حاجه، ليه بقى ما بلغتوش في ساعتها؟ قال لك اصلنا خفنا، احنا ما كناش مصدقين اللي حصل. فالراجل قال لهم الكلام ده ما حدش هيصدقه. وبعدين هو انت يا هشام مستعد تشيل شيله امك اللي قتلت مراتك وتسلم نفسك مكانها؟ فالست قالت انا مش موافقه على الكلام ده، انا اللي غلطت وابني ما ينفعش يدفع الثمن. لكن ابنها قال لها لا يا ماما ما تقوليش كده، انت ما غلطتيش، حبيبه هي اللي غلطت وانت ما كانش قصدك. وتحس ان الولد قلبه ما كانش مرتاح وعلشان كده سالها صح يا ماما مش انت ما كانش قصدك؟ الغريبه ان الست ما ردتش على سؤال ابنها. وده يخليني اقول لك ان رد فعل هشام في موقف زي ده بياكد لنا ان الروايه ناقصه حته، واكيد هنعرف الموضوع. بس كمل معايا الفيديو للاخر. المهم هشام وجه كلامه لحاتم وقال له ماما مش هتقدر تستحمل السجن، انما انا هقدر وممكن كمان يخففوا لي الحكم. فمامته قالت له انت كده هتضيع مستقبلك. فالولد رد عليها بكثره نفسه وقال لها ما هو كده كده خلاص ضاع. اما عم حاتم فسكتهم هما الاثنين وقال ان مفيش حاجه ضاعت، والظاهر كده ان عنده فكره. ايه هي بقى؟ قال لك ان المحامي سهل عليه دافع عن واحد قتل مراته في خناقه، انما هيبقى صعب لو مامتك هي اللي في الصوره. لكن المشكله اللي كانت مقابلهم دلوقتي هي القصه اللي هتتقال. ما هو حبيبه ما كانتش مجنونه ولا بتتعالج ولا حتى كان عندها اي مشاكل نفسيه تخليها تمسك سكينه وتهددهم بيها، واكيد محدش هيصدقهم لو قالوا كده. فحاتم اقترح ان لازم يكون في دافع قوي يخليها تتجنن لدرجه انها تعمل كده، زي مثلا لو قلنا انها اكتشفت ان هشام بيخونها. بس برضه الحكايه دي ما جاتش سكه مع صاحبنا وقال لك لا مستحيل نقول كده. فالتاني قال له خلاص انا ممكن اخليكم تقولوا روايه تتصدق جدا، ودلوقتي هنعمل بروفه يا هشام كانك قاعد قدام وكيل النيابه ووريني هتقول ايه. الدكتور قعد يحكي وقال لك انا كنت راجع من المستشفى الصبح بعد شفت ليل، دخلت اسلم عليها وهي كانت في المطبخ وبتقطع الخضار، ولما ما ردتش عليا السلام وسالتها مالك لقيتها بتزعق فيا وبتشتمني انا وامي، وقعدت تقول انها زهقت ومش طايقه العيشه معانا وطالبه الطلاق. وهنا عم حاتم كمل الروايه وهتقول كمان يا هشام انها مسكت السكينه وهددتك لو ما طلقتهاش هتموت نفسها. فالتاني بدا يكمل القصه. انا قلت لها اهدي وحاولت اخد منها السكينه، بس واحنا بنتخانق زقتها غصب عني والسكينه جت فيها بالغلط وماتت. الراجل بص له كده وقال له لا الروايه دي صعبه حد يصدقها، ده لو وكيل النيابه اللي هيحقق معاك لسه متعين اول امبارح هيكتشف انها كذب، والطب الشرعي هيثبت ان الكلام كله غلط من اول مره. يا ابني دي طعنه نافذه صعب قوي تبقى بالغلط. فطنط هلا قالت له طيب احنا ممكن نقول انها عورته او كانت بتهدده وان هو كان ساعتها بيدافع عن نفسه. الفكره عجبته وقال لك الكلام ده حلو، انت تقول انها كانت رافعه عليك السكينه واكيد هتطلع براءه. ليه؟ لان هي عندها دافع قوي يخليها توصل للحاله دي، وهو انها عايشه مع حماتها وكرهت العيشه. يعني كده القصه بقت منطقيه شويتين. وقطع كلامهم الباب اللي خبط. مش محتاجه اقول لك انه كريم اخو حبيبه. الولد كان جاي يسال على اخته اكمنه ما عرفش يوصل لها عن طريق التليفون، واللي قابله كانت الست هاله وقالت له ان حبيبه وهشام نزلوا وانها ما تعرفش راحوا فين. طبعا الواد بص لها كده نزلت ازاي اذا كان هشام لسه قايل من شويه انها نايمه وما عرفش يصحيها؟ هو ايه اللي بيحصل بالظبط؟ انتوا هتقعدوا تسلموني لبعض ولا ايه؟ طب بصي بقى حبيبه لو ما ظهرتش خلال ساعه انا هبلغ الشرطه. وراح مفجر لنا حته مفاجاه. اسمع قال ايه؟ على فكره يا طنط حبيبه قالت لي على كل حاجه بخصوص صاحبك اللي بيجي لك البيت وانها مصوراكي معاه كمان. انا كان ممكن اقول لهشام بس هو ملوش ذنب في اللي امه بتعمله، واعملي حسابك ان حبيبه لو ما ظهرتش مش هيحصل كويس. طبعا صاحبتنا طردته بعد ما اديت له كلام زي الزفت. وشوف البجحه يا اخي قالت له جاتك داهيه انت واختك في يوم واحد. ولما كريم مشي هشام وحاتم خرجوا من جوه بعد ما سمعوا كل اللي اتقال.
قال، وهلا قعدت تقول ادي اللي نبنا من الجوازه. سامع يا هشام بيقولوا ايه على امك؟ ده انت ربنا نجاك من العيله دي. والظاهر ان هشام كانت دماغه في حته تانيه خالص، ودخل الاوضه على حبيبه ومسك تليفونها وفتحه ببصمه وشها وهو بيعيط، ودخل على الشات اللي بينها وبين اخوها وعرف الحوار كله، وشاف كمان الفيديو اللي كانت مصوره للراجل اللي كان سهران مع هلا بالليل. وتخيل مين الراجل ده؟ طلع الاستاذ حاتم بذات نفسه، وكان باين جدا من الفيديو انه خارج من البيت وبيودع حبيبته مش جارته خالص. وده خلى هشام اتجنن وطلع على المطبخ ومسك فوطه شال بيها السكينه من على الارض وطلع على الاتنين اللي بره، وهوب راح حاطط السكينه في ايد حاتم وقال لك كل واحد يشيل شيلته. الست هلا كانت مصممه على موقفها وقالت لك دول عاوزين يبعدوك عني يا هشام، اوعى تصدقهم. فحاتم وقفها وقال لها استني يا هاله، ابنك كبر ولازم يعرف، احنا كنا غلطانين لما خبينا عليك يا هشام، بس لازم تعرف ان حبيت امك بجد. ابوك كان زي اخويا ومات من 20 سنه واحنا ما قربناش من بعض الا من سنه واحده بس. والتانيه خدت منه الكلام وكملت وراه وقالت انا عمري ضاع على تربيتك يا هشام، وطول عمري لوحدي لغايه ما نسيت ان ست من اساسه، محدش كان بيسال عني ولا بيحس بيا الا الراجل ده، وانا كنت دايما بسند عليه. انت يا هشام ابني وحبيبي وصاحبي وكل حاجه في الدنيا، بس انت كبرت وبقى ليك حياتك وانا كنت لوحدي وحاتم نزل لي من السما. هشام طبعا اتهبل، طيب هو ما طلبكيش للجواز ليه؟ وعملت كل ده من ورايا ليه؟ قالت له انا كنت خايفه منك وما كنتش عارفه اعمل ايه. وقتها هشام بدا يعاتب مامته، هي حبيبه كان ايه ذنبها؟ انت قتلتيها علشان كانت عاوزه تعيش معايا؟ موتيها علشان كانت بتحبني؟ فالتانيه ردت عليه بكل جبروت، علشان كانت عاوزاك تكرهني، كانت عاوزه توريك الفيديو علشان تشوفني ام مش كويسه، واي واحده مكاني كانت عادي هتقتل علشان ابنها ما يبصلهاش زي ما انت باصص لي دلوقتي. وفي المشهد الاخير هشام بص لحاتم وقال له انت قدامك حل من اتنين، يا تمسك السكينه دي وتشيل شيلتك، يا اما هذبحك بيها زي ما هي قتلت حبيبه بالظبط. وجاب ورقه وقلم وقال له تكتب عقد عرفي بتاريخ من شهرين وتمضوا عليه، وهتقول في النيابه انك خاين وخنت صاحب عمرك، وانا هتصل دلوقتي علشان ابلغ. وعلى الرغم ان مامته حاولت توقفه الا انه فعلا كلم الشرطه، وبنعرف ان الست هاله اتحكم عليها بالسجن 7 سنين علشان القتل الخطأ. وخلصت الحلقه.